يومين؟ طب إحنا بنصوم 55 ليه؟ ومين اللي عمل فينا كده وزودهم؟ وهم زمان كانوا بيصوموا 55 ولا إحنا اتضحك علينا؟ وإزاي الكنيسة بتحدد البداية؟ ومين أصلاً كان بيحدد بداية الصوم زمان؟ وهو كل سنة حد بيجي يغير التاريخ ده؟ إيه ده؟ هم اليهود ليهم يد في تحديد الصوم بتاعنا؟ عشان تعرف إجابة الأسئلة دي وكتير غيرها، جهز كوباية الشاي الحلوة بتاعتك وارشم صليبك، وورقة وقلم، عشان هنعيش مع بعض الحكاية خطوة خطوة. يلا بينا. يلا بينا. الحكاية ابتدت سنة 190 ميلادياً لما إيريناوس أسقف ليون اللي هي فرنسا دلوقتي كتب رسالة لفيكتور الأول أسقف روما وقتها، بيقول فيها إن الصيام قبل القيامة كان يوم واحد بس، وبعدها بسنين ناس صاموا يومين، وفي كنايس صاموا 40 ساعة بس مش 40 يوم. طب ال55 يوم جم منين؟ في البداية كانت الكنيسة القبطية فقط بتصوم 40 يوم، وبعد ما الإمبراطور قسطنطين اعترف بالمسيحية رسمياً سنة 313 بمرسوم ميلانو، وكان مفيش صيام موحد لكل الكنايس والمسيحيين الجداد، كانوا في فترة اسمها نظام الموعوظين، ودي بتبقى شهور أو سنين قبل ما يتعمدوا، ودي زي فترة الاختبار عند الرهبان، وكانوا يحضروا قداس الموعوظين فقط وبعدها يروحوا. بس كل ده اتغير بداية من القرن الرابع، وتوحد في كل الكنايس بعد مجمع نيقية سنة 325. هنا الكنيسة بدأت تعمل فترة إعداد للموعوظين قبل ما يتعمدوا، وثبتت إن العماد يكون في ليلة القيامة ويسبقها صيام لمدة 40 يوم. يعني 40 في الأصل كانت إعداد للمعمودية مش نظام أكل. بالظبط كده. طب 55 يوم برضو جم إزاي؟ زي ما اتفقنا، الصوم كان لتحضير الفصح والمعمودية، وكان صوم بسيط وخفيف يوم أو يومين قبل الفصح، وكانوا مركزين على التوبة والندم والصلاة، والهدف إن الموعوظ يكون مستعد روحياً. كل ده لحد سنة 300. وبعد سنة 300؟ بعد سنة 300 ومع بداية القرن الرابع حوالي سنة 305 كانت الكنيسة القبطية أول من صام 40 يوم، وكانوا محسوبين من غير يوم الأحد، لأن الصوم في اليوم ده بيكون أخف أو مفيش صوم خالص لأنه يوم قيامة. طب وال40 الفعلية كانت أطول؟ أيوة، ممكن كان الصيام يوصل ل45 يوم أو أكثر. كده فاضل أسبوعين، إمتى باقي الكنايس العالم اتفقت عليهم؟ مفيش اتفاق ولا حاجة. نعم؟ يعني إيه؟ وإحنا بنصومهم ليه أصلاً؟ بالراحة كده، الصوم لمدة 40 يوم كل الكنايس بتصومه، بعد ما كانت الكنيسة القبطية بس اللي كانت بتصومه، ودلوقتي الكنيسة القبطية بس اللي بتصوم الأسبوعين دول. لا مش لعبة. طيب خليني أحكي لك الحكاية وليه زادوا. قول يا سيدي، ده أنا عايزة أقلل 40 يوم أصلاً مش أزود أسبوعين. الأول كان أسبوع الآلام أقل من أسبوع، يعني 3-4 أيام كده، وكانوا في آخر 40 يوم، وبعدها عيد الفصح والمعمودية. بس في نهاية القرن الرابع كنايس العالم اتفقت إنه يكون أسبوع كامل خاص بآلام السيد المسيح، وبرضه من 40 يوم، وكان اسمه أسبوع الآلام أو الأسبوع العظيم. طبعاً الكنيسة القبطية ما سكتتش. الكنيسة القبطية حوالي سنة 330 كانت بتصوم الأسبوع ده منفصل بعد 40 يوم، وتركيز في الأسبوع ده على أحداث آلام المسيح يوم بيوم من حد الشعانين لحد القيامة. بس 40 يوم صيام اتكرروا كتير في العهد القديم والجديد. مظبوط، 40 يوم صامهم موسى قبل استلام الشريعة وإيليا، و40 يوم الطوفان وشعب إسرائيل في البرية، حتى ربنا نفسه لما تجسد صام 40 يوم. كده فاضل أسبوع، وليه نصوموا أصلاً؟ ما كفاية 40 يوم والأسبوع اللي زاد. أولاً الصيام كان 40 يوم من غير الأحد، ده غير إن 40 يوم صوم شديد، فالكنيسة بعد القرن السادس قررت إنها تزود أسبوع، وفيه بنقلل الأكل تدريجياً ونزود فيه الصلوات تدريجياً. نسخن يعني؟ أيوة نسخن، زي بتوع الكورة كده اللي بيعملوا إحماء قبل ما ننزلوا الملعب. نصوم 40 وأسبوع الآلام وكمان نعمل إحماء. بس في سؤال مهم محتاج لإجابة، هو مين اللي بيحدد بداية الصوم؟ ده مش تاريخ ثابت زي صيام الميلاد اللي بيجي دايماً يوم 7 يناير. هنا يظهر اسم مهم جداً، هو البابا ديمتريوس الكرام، وهو اللي حط قواعد ثابتة لحساب عيد القيامة. أكيد كان نابغة وبارس حاجات كتير منها الفلك. بالظبط كده، كان ما بيعرفش ولا يقرأ ولا يكتب. نعم؟ دي الحقيقة، البابا ديمتريوس الكرام كان فلاح بسيط جداً، ولا دارس لاهوت ولا خريج مدرسة لاهوت، ولا كان عنده شهادات أصلاً، حتى ما بيعرفش يفك الخط زي ما بيقولوا.
طب إزاي؟ أنا أسمع إن موضوع تحديد عيد القيامة ده حاجة صعبة جدا، معرفش دوران إيه وشمس وقمر، موضوع صعب يعني. اللي حصل إنه بعد اختياره بطريرك اتعلم القراية والكتابة وهو كبير في السن، تقريبا كان عنده 70 سنة، واتعلم على إيد أفاضل من مدرسين مدرسة الإسكندرية، واختار مجموعة من علماء الفلك المسيحيين عشان يساعدوه. اللي يعرفوا إنه قعد على كرسي الإسكندرية 43 سنة، يعني مدة مش كبيرة علشان يعمل حاجة زي كده. فإيه المميز عنده عشان يعرف يعمل حاجة كبيرة كده؟ ده لسه متعلم القراءة والكتابة. عندك حق، الموضوع مش مفهوم، بس هو ربنا ميزه بحاجتين: ذهن منظم ودقة عالية. يعني ما كانش عنده شهادة ورقية، لكن كان عنده عقل منظم وإيمان كبير وعميق، لدرجة إنه حط شروط لتحقيق تاريخ القيامة، إن القيامة لازم تيجي يوم الحد اللي بعد عيد الفصح اليهودي وبعد الاعتدال الربيعي. جميل جدا، الاعتدال الربيعي. بس يطلع إيه الاعتدال الربيعي ده؟ الاعتدال الربيعي هو اليوم اللي فيه الليل يساوي النهار بالظبط، عدد ساعات النور يساوي عدد ساعات الظلمة، وده بيحصل كل سنة تقريبا يوم 21 مارس. يعني كده الأول نحدد عيد الفصح اليهودي، بعد كده نختار أول حد بعده هو ده عيد القيامة، ومن القيامة نرجع 55 يوم، هو ده تاريخ بداية الصوم الكبير. الخلاصة، الصوم الكبير ما اتولدش 55 يوم، ده كبر وتنظم وتظبط علشان يوصل للشكل اللي نعرفه النهاردة. ده عاش رحلة تطورت لسنين، من أيام الرسل للآباء ومجامع وبابوات. الصيام مش مجرد عادة، ده نظام عايش 2000 سنة ولسه عايش سنين لنهاية الزمان. اوعى تكون فاكر إن الصوم امتناع أكل. لا، ده امتناع عن خطية. يعني جوع بس؟ جوع للجسد وشبع للروح. والكنيسة ليه مصممة على الصوم الكتير؟ لأن الصوم يغير القلب، ويغير الفكر، يكسر الكبرياء، ويخلينا نرجع لطبيعتنا الأولى، نرجع تاني شبه المسيح. يعني الصوم هدفه مش الأكل؟ الهدف الحقيقي القداسة. طب لو صمنا وما تغيرناش؟ يبقى جوعنا وما استفدناش. بس الصيام كبير، هنمشي 55 يوم إزاي؟ مش لازم تبقى قديس عشان تصوم، امشي خطوة خطوة، وكل أسبوع اتعلم وغير حاجة. يلا بينا نخلي لكل أسبوع هدف نغير فيه قلبنا وعقلنا، وبكده تكون خلصت حكايتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، وتفعل الجرس. كل سنة وانتوا طيبين، نتقابل في فيديو جديد وحكاية جديدة. مع السلامة.